رمضان كريم وسنة سعيدة يا رب عليكم. أول فطار في رمضان يعني محشي وبط. يا جماعة من أول الفيديو بقول لكم أول يوم فطار في رمضان أساسي عندنا محشي وبط. ساعات كده لينا سنتين غيرنا بس رجعنا تاني لقواعدنا محشي وبط يا جماعة. أول حاجة بفتح عيني عليها، لو في فرض فايتني هقوم أصلي، لو الظهر ادن مثلا هقوم أصلي، لو خلاص يبقى لسه أجهز حاجتي وبعد كده أما الأذان يدن أصلي بقى. طبعا نفتح عينينا على ذكر ربنا. نشوف بقى يومنا هنبتدي ازاي. اول حاجه انا مقطعه الخشاف، حاجه الخشاف كلها ومجهزاها في العلبه دي، اللي هو المشمش والقراصية والتين وشويه زبيب. بقى نوع الزبيب ده حلو، بحطه في العصير بيبقى طعمه حلو. تمام. ومقطعه قمر الدين ومجهزاه. انا بحب اجهز حاجتي كده من قبل رمضان بيوم او اول يوم الصبح، حسب يعني انتي بقى بترتبي حاجتك ازاي او يومك كنت مشغوله ولا لا. فاحط كام قطعه كده من قمر الدين وانزل عليهم بالبلح وشويه الميه. حتى البلح مفصصاه، انا بحب اجهز حاجتي كلها علشان خاطر لما ادخل المطبخ في رمضان احاول اقصر الوقت بتاعي، علشان خاطر ذكر ربنا بقى الحاجات الرمضانيه اللي احنا الجو بتاعنا الرمضاني. هنصلي، هنسبح، هنقرا في المصحف شويه، هنقعد لحد العصر ما يدن. بعد العصر بنبدا بقى نعمل الاكل. المهم ان دول شويه البلح اللي انا خدتهم اللي هم متكسرين، ابتدي اشطفهم واحطهم على الحاجات التانية واحط عليهم المية. وده بيتركن بقى مثلا من 10 الصبح، من الظهر لحد المغرب، بيبقى كله جميل قوي، بيتطرى وكل حاجة. لاني لما بتعمليه بمية سخنة مش بيبقى حلو. يعني انا هنا غسلته وحطيته، لما بتعمليه بمية بتبقى سخنة وكده وتبقي مستعجلة عليه ما بيكونش حلو وكده. انا غطيت بقى البردمون وزودت المية طبعا، وركنت بقى لحد وقت الفطار. وقت الفطار ببتدي احط له السكر زي ما انتم شايفين كده، وانا حبيت اوريه لكم كله على بعضه علشان خاطر ما فيش حاجه تقع منكم. بحط له السكر كله حسب الرغبه، يعني ممكن تحطي 4 5 6 معالق. ونبتدي نقلبه ونصب بقى العصير بتاعنا في الكوبايات. احلى كوبايه خشاف بتشربيها هو الميكس ده. يعني ربنا يجعل بيوتنا كلها عمرانه بالخير. احلى ميكس عصير بجد. فحاجة كده عظمة. خاصة شوية بقى الخشاف اللي بيبقوا في القعر دول، يعني في قعر البرطمان كنت تاخديهم وتحطيهم تزوديهم في الكوبايات، بيبقوا جامدين اخر حاجة. وبتدي بقى طاقة وباور والكلام ده مع شوية لسان عصفور. دمتم على كده. انتي بتفطري بيهم وتصلي المغرب بقى، وحسب معدتك بقى بتشتغل ازاي تقومي تاكلي تعملي كده. لان الاكل وقت المغرب يا جماعة صعب جدا، بيتعب بصوا لو الواحد نفسه اتكتم كده. المهم ان احنا هنا جبت بقى شويه زيت، دخلنا بقى في المحشي على طول. طبعا لو بتعملي محشي جهزيه من قبلها بيوم، ده الافضل. يعني انا في اليوم ده انا مجهزه المحشي بتاعي من قبلها بيوم وشايلاه في التلاجة. بدأت مثلا الساعه يعني زي ما انت عايزه بقى، وخلصته وشلته في التلاجة قبل ما نتسحر. كنت عامله المحشي وركناه. ده كده ده بصلتين كبار، شويه زيت حلوين، قرن فلفل كده حراق، علشان ايه بس حاولي ما تخلوش سبايسي قوي حتى لو بتحبي السبايسي، علشان خاطر الصيام وكده والمعده بتبقى فاضيه والكلام ده. فاحنا نحاول نحافظ على قد ما نقدر. صلوا على الرسول كده يا جماعه، وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. ولو اول مره تشوفي القناه ما تنسيش تدخلي تبصي بصه كده على الفيديوهات بتاعتي، هتلاقي سلسله فيديوهات جهاز العروسه تحفه جدا، هتعجبكم قوي. المهم هنا اول ما البصلة اتحمرت نزلت عليها بشوية صلصة طماطم من اللي انا عاملاها في البيت. طبعا انا نزلت لكم فيديو صلصة الطماطم. ابتدي بقى احط الحقيق بتاعي واشوف بقى اظبط الدنيا بقى بتاعتي شو انا بعمل ايه. انا الكمون، والكمون اساسي قوي في المحشي. يعني الكمون والنعناع اساسيين في وصفة المحشي علشان خاطر ما يعملش انتفاخ والحاجات اللي انتوا فاهمينها دي. انا بقى ده ميكس التوابل بتاعتنا. ملح. نبتدي بقى نقلب حاجتنا وننزل بالرز. انا هنا كنت عامله كيلو ونص رز، يعني انا مش مكتره لان احنا برضو احنا 5 افراد يعني مش كتير. فعملت كيلو ونص رز، عملت بيهم الكرنبه والبتنجال والكوسه والفلفل وكل الحاجات بتاعتي في وقت يعني. بس ما يعني ما رضيتش اعمل حاجات كتير وكده. هنا بقى دي هرست الشطه، لاني لقيت ان الفلفل اللي حطيته الفلفل بتاع الشتا بارد. نفسي اعرف ليه، يعني مع ان المفروض يبقى حراق عشان يدفينا، لا طلع بارد. يعني المعلومه دي جديده عليا على فكره، يعني ممكن اكون اول مره اسمعها ان الفلفل في الشتاء ما بيبقاش حراق قوي زي اللي في الصيف.
المهم انا غسلت الرز بتاعي وصفيته، نزلت بيه على الطماطم، واسيبه بقى افضل اقلب فيه كده لحد ما ايه يشرب. هو كان لونه احمر والله، وانا مش عارفه هو انا فاتح ليه. يعني ساعات الكاميرا هتفتح وساعات هتغمق، هتتفاجئوا كده معايا في الاخر يعني. هنا كده اول ما شرب الحاجات بتاعته، ده الخضار اللي بحطه: شبت وبقدونس وكزبره وبصلايه متقطعه آه، قطع كده رقيقه، عشان خاطر ايه؟ تدي طعم حلو يعني. بتبقى طعمها حلو قوي لما تبقى لسه يعني البصلايه نيه، وانتي لما تيجي تحشي بقى بيبقى طعمها جميل. ما بحطش توم في المحشي، عشان في ناس، انا المدرسه بتاعتنا ما فيهاش توم في المحشي، عشان المطبخ ده مدارس، كل واحد ليه شويه صنف اكل بيحبه. النعناع بقى الناشف زي ما قلنا كده في اول الفيديو، وبس على كده. اديله ادي بقى تقليبه حلوه كده محترمه. يا جماعه والله العظيم يعني بجد اجواء رمضان جميله. سيبكوا بقى من التلفزيون والمسلسلات والكلام ده، لا الاجواء الرمضانيه بجد تحفه. ان هي الصلاه والصيام والعباده، وان انتي طول الوقت على طول بتذكري ربنا وكده، لا جميل جدا جدا جدا. يا رب يجعل السنه كلها رمضان. هنا كده بقى بقلب في الحاجه كلها مع بعضها، يعني كام دقيقه كده مش كتير، يعني دقيقتين كده 3. وبعد كده اشيلهم من على البوتاجاز، عشان الخضره ما بتقعدش كتير على البوتاجاز. هنا بقى ده الخضار بتاعنا، انتوا زي ما انتوا شايفين كده. انا جايبه الحاجه كلها متقوره، ما بعرفش اقور. دي كرومبايه خلاص. وهنا دي العصوم بتاعتها. وهنا بقى ده فيه 2 كيلو بتنجان، على كيلو كوسه، على مثلا شويه فلفل كده يجي نص كيلو مش اكتر. ندعك البصله بقى دي بقى تاني يوم. انا خلاص خلصت المحشي وركنته وشلته في التلاجة. تاني يوم بقى بعد ما عملت العصير بتاعي، ابتديت بقى جبت البطايه بتاعتي، وجبت بصلايه وملح وفلفل ادعكهم كويس عشان ادعك بيهم البطه. الخلطه دي بتعمليها في الطيور بتاعتك، ايا كان بقى حمام فراخ بط اي حاجه بتعمليها، بجد بتظبط معاكي الوصفه جدا جدا جدا. بتخلي الطعم بتاعها بيروح في حته تانية خالص خالص يعني بجد. من الحاجات التحفه اللي انا بعملها. هوريكم كمان البطايه انا عامله لها محلول نقع، هيعجبكم قوي 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 يعني. المهم يا جماعه بقى، معلش جالي تليفون ففصلت الفيديو. انا اوريكم المحلول اللي انا قعدت فيه البطايه من قبلها بيوم، حطيته في التلاجة. انا غسلت البطايه كويس طبعا، بتغسلي حاجتك كويس جدا والدقيق وكل حاجه. بعد كده جبتها، حطيت ميه، حطيت فيها ملح، حطيت فيها ليمون، حطيت فيها ورق لورا، حطيت فيها فلفل اسمر حب، حطيت فيها حته قرفه، و ايه تاني، معلقه سكر. تمام، عشان لحم البطايه يبقى طري. ونقعتها فيها من بالليل لتاني يوم. طبعا بتطلعيها من المحلول ده، تديها شطفه سريعه، وتبتدي تدعكي فيها بالحاجات الخلطه اللي احنا عاملينها دي. البصل دي خلطه البصل دي بتخلي اي لحوم عندك طعمها تحفه. يعني بجد والله انا الحاجه اللي ما بندمش عليها ابدا، ان انا اعمل الفراخ حتى قبل ما اسلقها او كده، او الفراخ البلدي ايا كان، او اي حاجه بالحمام وكله بدعكه كده بالبصل والملح والفلفل. من الحاجات يعني الطرق الجميلة. هنا ادعك البطية كويس قوي، تفضلي تدعكي فيها شوية، يعني مش دقيقة 2 3 4. ادعكي فيها حبة حلوين يعني. انا وقفت ودعكت ورجعت تاني شغلت. وجبت الحاجات بتاعتها الكبد والحاجات دي، ودعكها من بره ومن جوه كل حاجة. وجبت حلة، الحلة دي حطيت فيها مية، واحط في المية فلفل اسمر وملح، واحط بصلاية، واحط شوية 7 بهارات. وطبعا انا السبع بهارات بتاعتي فيها حبهان، فيها ورق لورا، فيها جوبة صيني، فيها زر ورد، فيها كل حاجة. فخلطة السبع بهارات اللي انا بعملها انا بعملها في البيت، يعني بجيب الحاجات كده واعمل السبع بهارات بتاعتي. فبيبقى فيها كل الحاجات اللي انا بتدي طعم ومنكهات حلوة للاكل. خلاص، فنصلي على الرسول كده ونشوف بقى البطايه بتنزل كده تغطس كده. تقريبا خدت ساعة الا 5 دقايق كده يعني. المهم ننزلها بقى نغطسها باي طريقه. يعني انا جيت في الاخر رحت حاطه عليها طبق، عشان لقيت عملت تشقلب في الحله. انا عايزاها تستوي من كل الاتجاهات، فحسيت ان هي مش مظبوطه في الحله، حطيت لها طبق من فوقيها. بعد كده ده المحشي اللي احنا جهزناه من بالليل طبعا، انا موريتوش ليكم فقلت بقى اوريه لكم. وده البتنجان والفلفل، برضو حاجه كده جامده. انا بوقف الحاجه عشان ما تدلقش وما يبقاش وحشه، يعني ما تبقاش وحشه وكده. نبتدي بقى نحطهم على البوتاجاز ونزودهم لما
الحاجه بتاعتي يعني اسمه ايه الشوربه تتعمل، يعني اول الشوربه ما تتعمل ابتدي اخد منها بقى وازود الحاجات دي. تحطي الزواد بتاعك عادي وتبتدي تظبطي النار وتشغلي على حاجتك تستوي، وتظبطي مواعيدك ان انتي ما يفطروش بعد يعني الاكل لازم يكون خلصان قبل الاذان، تكوني مخلصه كل حاجه. وطبعا مواعينك اول باول بقى، يعني الناس اللي كده المواعين اول باول عشان ما تتكومش عليكي وتيجي نلاقي نفسك بعد الفطار مهنجه. لا، عشان يبقى يا دوبك مواعين الاكل بس. يعني انا زودت الكرنب احط عليه طبق واحطه بقى على البوتاجاز، على شو اشيل البطايه واحط اللي اسمه ايه ده، فهمتوا انتوا الحله دي. صلوا على الرسول يا جماعه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ربنا يفرحني ويفرحكم يا رب جميعا كده في الايام المفترجه اللي احنا فيها دي. 30 يوم بقى بكميه دعاوي. كرروا دعاويكم كده وادعوا لنفسكم كتير وادعوا لحبايبكم. ربنا يجعل دعانا كله مستجاب وكل فروضنا مستجاب، يعني مجابة يا رب كده ومستجابة عندك، ان انت تقبل فروضنا وكل حاجة. هنا حطيت الطبق اهو، هغطي الحلة احط اولع عليها النار. يا جماعة المحشي ده حاجة كده بتنزل على القلب، انتوا فاهمين؟ المحشي ده حاجة كده جميلة جدا، من الاكلات اللي هي التحفة يعني. نولع بقى على الحلة دي ونبتدي نعمل لسان العصفور. حلة صغيرة، اصغر حلة في طقم الاستانلس بتاعك دي تقريبا حلة مقاس 18. هعمل فيها لسان العصفور. احط حبة سمنة بلدي وشوية بقى لسان العصفور. انا بجيب الملكة، بحبها يعني في المكرونات او كده انا بحبها. اول السمنة بتبدأ تسيح كده ننزل عليها ايه ده، حوالي مثلا 150 جرام 100 جرام كده، يعني مش مكترة علشان خاطر ما يقعدش وقعد. يعني انا ما كترتش عشان ما يقعدش وقعد. شوربة البط دسمة بشكل انا لقيت يعني المحشي كده بيلمع بسبب ان بشوربة البط فيها دهون. البطايه بقى طلعت استوت. نجيب معلقتين صلصه، معلقتين كبار، سنه 7 بهارات، ملح وفلفل اسمر، شويه زيت او سمنه بلدي. بس انا حبيت ان انا احط زيت لان هي كلها دهون اصلا دسمه، فحطيت شويه زيت. هبتدي اقلب المكونات دي كده مع بعض وامسكها بالفرشه بقى واديله اقطع البطايه كده، شرح البطايه بس من الصدر، وابتدي اديله بقى كده لحد ما تاخد لون احمر. انا عايزاها تتحمر في الفرن، يعني تبقى متحمرة، هي مش هتنشف. يعني مش هتنشف مثلا البط البلدي ده مولر، البط البلدي بينشف. انا مش عارفه ايه لونها اتغير في السلق، يعني عملت حتت كده، لكن هي اصلا كان محطوطه بيضه. المهم شفتوا بقى دي التشريحات اللي انا عملتها. ابتدي بقى ندهن كده ونحاول ندخل بقى الصلصه دي في كل حته في البطايه عشان تخلي طعم الجلد حلو. الولاد عندي، يعني انا عندي مثلا في مكلش الجلد راح شايله ابني وبقى ينوله لي، لا مش اكله. انا بحبه بصراحه يعني مش هكدب عليكم. بروح لدكتور الدايت ومش نافع ليه، لان انا باكل حاجات اصلا بتزود. هنا كان خلاص البطايه دخلت الفرن وطلعت، غطيتها بورق فويل وابتدينا بقى الاذان خلاص هيدن، فغرفنا بقى لسان العصفور والعصير والجو ده شوربة لسان العصفور تحفة بجد. انا من الحاجات اللي انا بحبها جدا وليها ذكريات كتير معايا. يعني لازم لسان العصفور يبقى على السفرة بتاعتنا او على الطبلية بتاعتنا، يعني ايا كان الاكل اللي احنا حاطينه. انا بحاول اعمل على القد بالظبط وبرده فاضي. يعني احنا الاكل تقريبا في 3 اطباق من دول رجعوا، وفي 3 افراد ما كلوش الاطباق بتاعتهم فرجع في الحله، فاضطر اسخنه بكره مش هعمل غيره يعني. لسان العصفور على فكره هاكله لكم بكره. المهم يا جماعه ده شكل. لا المحشي فاضل نص الحله. هنا بقى كده ده البتنجان والفلفل تمام. بعد كده هوريكم بقى الكرنب. يعني كنت فاكره الموبايل بقى بيصور وانا بدلق حله الكرنب، كنت عايزه اوريكم الدلقه بتاعتها يعني. هنا الكوسه حطيتها لوحديها عشان ايه، عشان نبقى شايفينها ما نزوغش على بعض فيها، عشان الكوسه المحشيه حلوه مفيش اختلاف عليها. ده الكرنب بقى، شفتوا الجمال، شفتوا الدخانه بتاعته دي، حاجه كده تنزل على القلب كده تدخل القلب بجد. طبعا عملت السلطات لاني مش هتتاكل،
اعملوا اللي انتوا هتاكلوه يا جماعه، يعني الاكل اللي انتوا هتاكلوه هو ده اللي انتوا تعملوه. البطايه بس حمرتها، يعني مدايسين عليها في التحمير شويه. هنا كده بقى ده شكل الاكل بتاعنا. اشوفكم على خير في فيديو جديد. ما تنسوش بقى الكومنتات بتاعتكم، وما تنسوش تدخلوا تشوفوا سلسله فيديوهات جهاز العروسه يا جماعه، هتعجبكم قوي.